السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطع هذا اليوم مثل ما قررت بعنوان المقطع جلتش تجميد فلوس. الطريقة الجديدة والطريقة هذه أسهل من قبل بدون أي متطلبات. بس قبل ما نبدأ تقصروا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. أتمنى يا شباب أنكم تدعموا القناة. هذه الفترة هذه الأخيرة ما فيها دعم قوي، فأتمنى أنكم تنشروا القناة، انشروا المقطع هذا، خلي أخويكم يستفيدوا. اضغط لايك، اشترك بالقناة. المشتركين الجدد اللي يشوفون المقطع بدون ما يشتركون أتمنى أنكم تشتركون، يعني أنتم تستفيدون من المقطع وما تشتركون، هذا الظلم بالنسبة لي. فأتمنى أنكم تشترون عفوا تشتركون في القناة. فبس والله ما أحب إني أطول في الكلام، خلينا نبدأ بالمقطع على طول يا حبيبي. طيب شباب، بسم الله خلينا نبدأ. بداية الشباب أبيكم شخصيتك الرئيسية توجه، تضغط ستارت أونلاين، تروح عند سواب كاركتر، وبعدين أبيك تدخل بشكل طبيعي. حاليا أبيك تكون الشخصية اليمين، أنت الشخصية هذه تحذفها إذا كانت عندك، تأكد إن ما تكون فيها أي شيء. بعدين أبيك تدخل تبدأ الشخصية هذه الجديدة، تبدأ بشكل طبيعي بدون أي تعديلات. وحاليا إذا جاتك إنك تعمل لك تسريع أو سكيب للمهمة اللي راح تجيك في البداية، اعمل لها سكيب عشان تدخل أونلاين بشكل سريع. فحاليا أول ما ترسم يا شباب أبيك على طول تروح تطلع الجوال، وبعدين حاليا ألف مبروك يكون سوينا الجليتش ويكون الحين فلوسك متجمدة. فحاليا عشان ايش افضل شيء تشتريه ومستواك لسه قليل، ابيك تشتري سيارة ديلكسو. فالحين انا شليت دبابة الاوبريسر ام كي بالغلط، فانا انصحكم انكم تشيلون سيارة الديلكسو عشان تقدرون انكم تبيعونها بدون اي متطلبات او اشياء تحتاجون انكم تشترونها. فحاليا ابيك تشتري عدا 10 سيارات ديلكسو. ضروري شباب يكون معاك قيمتها. حاليا راح نخسر قيمتها، ولكن بخطوة من الخطوات بعدين راح نرجع فلوسنا وراح تبقى السيارات معانا. حاليا بعد ما تخلص من انك تشتري السيارات ديلكسو، انتبه يا شباب انكم تخرجون من المتصفح. حاليا بيكون داخل المتصفح، تخرج تروح عند خيار الشبكة وتطفي النت، تنتظر 10 ثواني، بعدين ترجع توصل النت مرة ثانية. بعدين راح تجيك هذه الرسالة، اضغط على اكس، راح يرجعك الى الاوفلاين بشكل طبيعي. حاليا اول ما ترسبنا في الاوفلاين ابيك تفتح التشبات، تروح عند الدايركتور مود، تدخل الدايركتور مود بشكل طبيعي. اول ما تدخل ابيك تدخل عند اول خيار، بعدين خيار انيمال، وبعدين ابيك توجه عند اي طائر عندك او اي حيوان عندك، تنتظر فيه لمدة 10 ثواني بدون ما تسوي اي شيء. فحاليا ابيك تضغط دايرة وبعدين تروح على الخيار قبل الاخير اللي هو اكزيت ستوري مود، انك ترجع للاوفلاين. حاليا لما ترسبن ابيك تضغط تفتح ستارت اونلاين، تدخل سيرفر خاص. اول ما تدخل السيرفر الف مبروك، فلوسك رجعت مثل ما انتم ملاحظين. كمال السيارات او سيارة الديلكسو موجودة في الكراج مثل ما انتم الشباب ملاحظين. امامكم الحين راح يتصل ميكانيكي، وهذه السيارات امامكم او الدبابة اللي اوبريسر كي. فحاليا توجهنا الكراج، باقي لنا اخر خطوة عشان نحفظ هذه السيارات او الدبابات. ابيك تروح تبدل مكان جميع السيارات او جميع المركبات الموجودة داخل هذا الكراج عشان تحفظ هذه المركبات. اذا ما بدلت راح تضيع عليك المركبات هذول. فبس حاليا اذا حاب انك تهجر جلتش ابيك تروح تبيع هذا السيارات اللي داخل الكراج هذا، وبعدين ابيك تروح عند سواب كاركتر، تحذف الشخصية الثانية، وبعدين تسوي شخصية ثانية وكمال عيد الخطوة. فمثل ما انتم شايفين ملاحظين سعر الديلكسو يا شباب جبت لنا 3,250,000 دولار، يعني سعر مقبول او مو سعر مقبول، سعر جبار. فهذا الطريقة انك تسوي الجليتش التجميد اللي هو اسهل من قبل. من هنا اقدر اقول لكم يا شباب وصلتوا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تقصروا معي ضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، انشروا المقطع لاخويا، خلي اخويكم يسوي فيديو. فبس كان معكم اخوكم دراكس او ياسر، في امان الله او مع السلامة.